وبدأت في مواجهة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي أيضا في مواجهة البس يلا كرة طويلة مسلم باسم دي بس سمير السعيد يلعب الكرة الطويلة عند تيتو اللي طلع مهاجم في الأسماء لكن مع عبد الرحمن الحكمين مدافع يمتلك المكونات التي تجعله من مدافعين نقف قدام الناس. فتح كور حارس مرمى الأسفل يلعب الكرة الطويلة عند أحمد رضا لكن بدون عنوان وقع سمير السعيد وتطلع تمثيلية موسى رضا لأحمد رضا التمثيلية مرة ثانية موسى رضا لعمر محمد ولكن ايضا تمثيلية لكن في هذه المرة لصالح فريق الزتيتون على الكرة الطويلة عند رضا نزور يا ولد كان ممكن يسجل هدف ولكن مرة بسلامة امام بعيد فتح كار من جديد في نص الملعب مسلم باسم في نص الميدان وابراهيم عاشور لكن ابراهيم عاشور يقطع الكرة عند تيتو من مؤمن مصطفى احمد عبد الفتاح مرة عبر الله عليك يا ولد احمد عبد الفتاح وموسى رضا يلعب الكرة الطويلة ولكن في النهاية تصل في احضان الحارس الامين فتح كار. هي فتح عندكم شوية نام يا فتح ولا ايه؟ فتح كار تنفيذ يلعب الكرة الطويلة كالعادة التشكيل بدون عنوان تطلع تمثيلية لصالح فريق غزة احمد عبد الفتاح سمير السعيد ابراهيم عاشور في نص الملعب الكرة الأخيرة اللي بتستمر اليوم عند فريق غزة احمد عبد الفتاح من جديد بيعملوا كل حاجة في الكرة ولكن يوصلوا في اللمسة الأخيرة ويتم قطع الكرة من جديد مسلم باسم حجاري لو كنت تاكل الزين التاك لاعب يمتلك المقومات لا يكون فتاك عمر محمد ولكن محمد باسم في الزمان والمكان يقطع الكرة التي مرت من جديد سمير السعيد في نص الملعب سمير السعيد ولكن موسى رضا مضروب على مضروب ما يملك وموسى رضا حذر في الكرة الماضية يلعب من جديد الكرة عمار انور لعمر محمد عمار يا ولد ولكن محمد باسم للمرة الثانية على التوالي يتألق ويطلع الكرة التماسية لصالح فريق الأقصى حتى الآن الأقصى بالمرتدات موجودة وغزة مازال يجاري المباراة ويبحث عن هدف تقدم ولكن لا يستطيع أن يمر بالدفاعات الأقصى وخاصة عبد الرحمن الحكمية. سمير السعيد ومعاه موسى رضا رضا نزور ولكن يا ولد العيد عمار انور في الزمان والمكان يطلع الكرة من امام رضا نزور مسلم باسم يلعب الكرة بين القدام لموسى رضا الله ولكن برضه كالعادة محمد باسم في الزمان والمكان موجود ويرجع الكرة ابراهيم عاشور ولكن يرجع الكرة كابتن حسام ابراهيم سلامات حارس مرمى غزة وسلامات موسى رضا واللي قبلنا معاكم انت هتقف تحلل وتلعب وخلاص. يلعب الكرة من جديد عند مؤمن مصطفى يدري فريق غزة عنده عمر ولكن كرة مقطوعة عند عمر تصل مسلم باسم هيسير وحتى مر فات ويقول هي تلعب ركلة مرمى لصالح فريق غزة محمد باسم انفعال بدون داعي وعلى اثر انذار اكثر لمحمد باسم رضا نزور لسمير السعيد لتيتو ولكن كالعادة موسى رضا في كل مكان موجود في احداث المباراة والملعب نشيط موسى رضا في نصف الميدان في هذه الليلة كورة موجودة ولكن ايضا تمثيلية لصالح فريق الاقصى احمد رضا
تنساش على الماتش. على تنفيذ التمثيل يلعب الكرة الطويلة لعمر محمد طلعت، ولكن كرة طويلة من احمد رضا تصل في احداث في احضان اللاعب محمد باسم. محمد باسم اللي هو معطوه في نص الملعب. مؤمن مصطفى يبحث، تصل الكرة لابراهيم عاشور لرضا نزور لتيتو المر ايابر، تصل الكرة لسمير السعيد. سمير السعيد ولكن احمد رضا موجود في زمان المكان. ولا حضرتكم الكرة الأخيرة عند غزة الشتيم، كرة دايما مقطوعة من دفاعات فريق الأقصى، وقد سقط عبد الرحمن الحسنين وأحمد رضا وموسى رضا الثلاثة موجودين ويتوقفوا الكرة. فتحي طاهر يلعب الكرة الطويلة، ولكن ركلة حرة لصالح مؤمن مصطفى في نصف ملعبهم. يلعب الكرة 4 دقايق وقت بدل ضايع تسبب الكابتن حسام ابراهيم في احداث الشوط الثاني. الشوط الذي كان فيه البحث جاري عن هدف التعادل، ولكن بدون عنوان وبدون جدوى على صخر الدفاعات فريق الاقصى. تيتو اجمل ما في اللقاء الكابتن حسام ابراهيم الموجود في كل كوره في كل مكان في انحاء الملعب موجود وحاضر. سلامات كل لما تخش كل ما تواجه صعوبات. الماتش اللي بتطبقه هيحصل او الماتش كيف بدلوا الكرة ده؟ اطلع يا ولا من جديد ورينا مزيد على تنفيذ التمثيل. هيلعب الكرة الطويلة ولكن عمار في الزمان والمكان يطلع للركنية من جديد. اخر الدقائق في هذه المباراة يبحث رضا وزير وشكرا في هذه الكرة للبحث عن هدف التعادل. النقطة من نزيل بعدما انتهت مباراة الأولى أيضا. فتح الكرة يلعب الكرة الطويلة تصل لمحمد باسم بدون عنوان لعمر لمؤمن مصطفى مثل باسم الله عليك ولد يستعرض على كرته وياخذ ركلة حرة من احمد عبد الفتاح. بابا اليوم شاهد حسن عمار يسيب الكرة المسردة بعد الكرة الطويلة، لكن موجود ابراهيم عاشور في زمن المكان قبل ما تصل لعمر محمد طلعت ممكن تكون الهدف الثاني. الكرة الثانية لو اتلعب سيكون فتاك ولا من يمين سمير السعيد لابراهيم عاشور، ولكن منها الى ركلة حرة لصالح فريق الاقصى. كالعادة احمد رضا وموسى رضا عبد الرحمن الحسنين يقدموا اداء ممتاز في احداث المباراه. ممكن الثاني ولكن الله عليك ولا مؤمن مصطفى يقول حركه الكره يقطع الكره وتطلع تمثيل لصالح فريق الاقصى. وزن 4-4-2 مسلم باسم على تنفيذ التمثيل يلعب عند عمر محمد لسمير السعيد يكتب لرضا نزور في نص الملعب. احمد عبد الفتاح في نص الميدان ومعاه موسى رضا. اذا موسى رضا يبقى الكوره مقطوعه. ابراهيم عاشور يلعب الكره الطويله ممكن، لكن تكسر في احضان فتحي طاهر اللي بيريح نفسه فريقه. خلاص ثواني ويطلق الكابتن حسام نهايه اللقاء بتقدم الاقصى 1 مقابل لا شيء، وهو دوت المطلوب. محمد باسم يلعب الكره عند سمير السعيد بمهاره ومر من عمر محمد
سمير السعيد التوقف المفقود في احداث المباريات مباراتين حتى الان سمير السعيد ورضا منصور مش بعض في الملعب من جديد مسلم باسم مره عبر الله عليك يا ولد الله 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 حتى في الملعب كله بيسجل الهدف الثاني الله عليك يا ولد انت الكابتن وباقي اللاعبين تواكبوا اذا بهجومك ودفاعك وحارس مرماك اذا ممكن يوصل الى نهايات هذه البطوله بعد فوز الانديه